عمرك ما بتمل منها، وعمرها ما بتخلص قصص العالم فيها. بس اليوم قررنا نزور مدينة مختلفة شوي، قريبة ساعة ونص من القاهرة. كنت أسمع دائما عنها بالأفلام المصرية. اسمها الشرقية. هدى ومحمد، واللي منها بيحكوا لهم شرقاوي أو شرقاوية. فسقنا ساعة ونص حتى وصلنا عند بيت عائلة مختلفة، أطول اتنين في من أطول الناس في العالم، أنا اسمي محمد شحات عبد الجواد من الشرقية، ولكنهم مظلومين شوي. طولي 247. أحجامهم غير عادية، ولكن جينيس ريكورد مش معترفين فيهم إلى الآن. خلينا نتعرف على قصتهم أكثر. يعني بص مفيش، لسه عندي وقت بطل. أنا بروح إيه؟ مش هعرف أخش، يعني بدي أفرض روحي كده تعورني. تقدرش توقف؟ ما أعرفش. بروح أنا بدي أفرض روحي كده، ما هتروح خبطاني في راسي. هتحلم مروحة. عندي مروحة. فجأة يعني صارت معك انت؟ ما انا كنت في عند 15 سنه و 14 سنه كنت عادي وبركب العربيه وبمارس حياتي عادي وبشتغل واسرح وكنت حلو خالص. وفجاه لقيت روحي كده، فجاه لقيت رجليها كبرت ولعندي وقت لسه بتكبر. لعندي وقت لسه بتكبر. طب انت بتطول ورجليك بتكبر، هدومك غاليه، كل لبسك تفصيل. هو واصل للحيط وواصل للمروحة، المروحة ما بيقدر يشغلها بسبب مش هقدر امسك كرتونه وهيبقى على روحي وانا قاعد كده عشان مروحي تخبطني في راسي. يعني نايم كده هنا لازم انام هنا كده. أول ما قمت تقوم فجأة راحت خبطاني في راسي. انت لو تتمدد بتاخذ الأرض كلها. فلما تقوم تخبط. دي الوالدة؟ أهلا وسهلا والله. أهلا بيك يا باشا. تعبوكي معه؟ يعني امال ايه، ما تعبت على مربي، لان ابوهم مات بقاله 27 سنه. وانت لحالك؟ توفى وانا لحالي. يعني بقينا نعاني ونشتغل انا والولد. دلوقتي جاله غضروف راخر وقعد في البيت معانا تاني راخر. هو قديش عمره؟ محمد؟ انا 34 سنه. وطول اختك كم ما شاء الله؟ طول اختي 240. طيب ما اشتغلت؟ ما اشتغلت قبل هيك؟ لا. طب تقدر مش حد بيرضى يشغلني، مفيش حد يهتم بينا. كمان لو حد يهتم بيا ممكن العب كرة سلة. مفيش مصدر رزق الي خالص. يعني نفسي يبقى لي مصدر رزق، يمكن نفسي اتوظف، نفسي يبقى لي حاجه اني اعيش منها، لكن للاسف. انت درست؟ انا درست واخد معهد ازهر. طوله 247 ولسه بيطول، يعني هسه ممكن نغيب عنه سنتين راح يطول اكثر من هيك. وقرب يوصل لاطول رجل بالعالم اللي هو 251 سلطان اللي صورناه بتركيا. تعرف سلطان اطول رجل في العالم؟ هو اطول مني 3 سم. 3 سم. سلطان عرفتوه، الكردي اللي عايش في تركيا، صورناه. هو ماشي على عصايه. بس لازم تاخذ انت رقم 3 بالعالم او 2. هو اطول مني 3 سم. هم جينيس ريكورد لو يعرفوا عنه لازم نوصل هذا الفيديو لجينيس ريكورد. عندي الوقت رجلي لسه بتكبر. مش فاهم. رجلي عندي الوقت لسه بتكبر. في ليه؟ ايديا برضه، ايديا دي كانت صغيره، كان لسه بتكبر عندي الوقت. يعني كل جسمك قاعد لسه يكبر. بتضخم. أنا اسمي هدى شحاتة وطولي 240 سم، وأخت محمد شحاتة. يعني هي بالمدرسة بينت معاكم ولا الجامعة ولا؟ اعتبرنا 12 سنة. 12 سنة. قبل 12 سنة. ظلت بقينا احنا أطول 2 في التخت. الله يعطيك العافية. هو لأنه كأنه هرمونات كثير بيتعب بسرعة. جسمه ما بتحمل شو اسمه يتحرك كثير. بس لازم يكون في حدا يهتم فيك جد. ما هي نفسي. يعني السلطان لما رحنا عنده كانوا مهتمين فيه، الجينيس ريكورد، الناس اللي حواليه. انت بتحط ايدك في ايدي، ادي ايدك اهي. شوف ايدك تختلف عن ايدي كده. يعني هاي كمان يمكن اكبر ايد في مصر. شوف ايدك تختلف عن ايدي. طبعا مش قادر يدخل بالسيارة. شوف طلع راسه وين.
فقررنا نجيب لهم هدية راح صغيرة. نجيب له عجل، هسه راح نشتري له عجل كامل يربيه عنده. لو تعصب ايش بصير؟ ممكن يعني بخش في اوضه واقفل على روحي. ما بتطلع عصبيتك على الناس. لا بخش في اوضه واقفل على روحي. اخش جوا كده بسكر حالك. بسكر حالي. انا لما يعصب بسكر حاله عشان ممكن غضبه يطلع برا. يعني هذا لو على الانستغرام، لو محمد على الانستغرام وهدى بينشهروا. طب ليه مش نتكرم؟ ليه مش نتكرم ونبقى زي البني ادمين؟ يبقى حدنا مواصله حلوه. نفسي محمد يتعالج، يعني له ظروف، واخته دي بتبقى ساعات تهتم خالص كده مش بتقدر تقوم من مكان. فانتوا البركه، وانتوا يعني ايه ربنا يخليكم، واللي انتوا تقدروا عليه تعملوه لهم اعملوا. مولودين عادي، ما فيش بعد ما راحوا المدرسه وبقت عندهم 12 سنه ابتدوا يطولوا بقى. دي كرهت المدرسه ودي كمل. الله يعطيك العافيه، طول بعمرك. ربنا يخليكم وانتوا الخير والبركه. شكرا لك. طلعنا انا ومحمد والشباب، طلعنا على السوق في الشرقيه هون في المنطقه الوسط، وراجعين هسه عنده على البيت. ليتس جو. دلوقتي نحاول نعمل حاجة يعني بسيطة تبسط محمد، بما ان احنا جينا ما ينفعش نمشي كده. أي حاجة بسيطة يعني نعمل له مفاجأة، حاجة تبسطه. اوكي هسه نفاجئه ان شاء الله مرتاحين. حلوين الحمد لله. مربيهم على سنة الله ورسوله. ما احنا نربوهم على غير الشريعة. هولندي. احنا بنقول انا هولندي. بسموه هولندي العجل. عجل. فهو هاي بربيها بتكبر بتجيب اولاد صح؟ 10 يعطيك العافيه. خلوها اصحابي، خلوها اوديه، خلوها قدامهم. اوديها لك انا. وديها. هي بتمشي معي ولا؟ تمشي. يلا بسم الله. مبروك العجل. كويسه. يلا تطلع. محمد جبنا لك اياه. مبسوط؟ ربنا يخليك. هذا اشي بسيط بس. ربنا يخليك حبيبي. عسل. ايش راح تسميها؟ سميها؟ بلاش اسم؟ لا مش هسميها. حلو عسل. ربنا يخليك يا رب. حلو. هاي كانت قصة محمد وهدى. خلينا ننشر هذا الفيديو نوصله لجينيس ريكورد حتى يعرفوا عنهم، حتى يدخلوا موسوعة جينيس. وراح احط رقمهم في الديسكريبشن لأي حدا بيقدر يساعدهم.